هذا الرجل الغير مسؤول عملة مصيبة، وحياة ربنا تخيلوا عمل ايه. وحياة ربنا ما تيجي في دماغ حد. قالك سلكت اول، بصوا تحديد للكل، وراح حط لهم اوهو ولا البتاع اللي هو اللي بيلزق جامد ده، وقدم لهم قدم لهم القهوه، وحط لهم الصمغ ده على اللي هو ايه اسمه ايه، اللي هو الحامل بتاع الفنجان. تمام. ايد الفنجان. فطبعا يعني لزقت، بصوا زي ما انتوا شايف مقلب رخم قوي قوي، لان الصمغ هيفضل في ايد الناس. حتى الراجل بيحاول يحط اللي بيرجعوها تاني على الصينيه التري، مش راضيه تتحط، فمش راضيه تتشال من ايديهم. الناس بصوا دخلوا المطبخ يفتحوا الميه وينزلوا الميه علشان مفيش، اتكسرت. حاولوا يكسروا الكوبايات، مفيش. طلعت الكوبايه كلها، طلعت ما عدا الايد بتاعتها. اوعوا تقلدوا العبط ده، والله العظيم مصيبه. اي نعم رامز جلال بيعمل حاجات يعني اصعب بكتير، بس لا، بس الصمغ ده ممكن يأذي الايد جدا يعني ويحرقها. يعني مقلب بس لا، الصمغ ده ممكن يأذي الايد جدا ويحرقها، يعني مقلب رخم جدا الصراحة. بصوا الراجل شكله متضايق متعصب. حرام عليك والله، شالها بالعافية. الباقي بص الراجل ده مش عارف. مقلب رخم بجد.